جزار السينما المصرية. عدلي كاسب ممثل مصري ولد في 21 إبريل 1918 بالقاهرة لعائلة من ذوي الأملاك. تخرج أولا من مدرسة الفنون والصنايع وهي الفنون التطبيقية الآن. بدأ مشواره العملي كمهندس وأستاذ في كلية الهندسة لمدة 12 عام، وكان أحد أبطال رفع الأثقال، ثم أصبح وكيلا لوزارة التربية والتعليم، وكان يحب الموسيقى وكان بارعا في عزف الناي، ثم اتجه إلى التمثيل ليقدم أكثر الأدوار تناقضا واختلافا، من الطيب إلى الشرس ومن الجاد إلى الكوميدي، فقد كان صاحب قدرة مذهلة على تقمص الشخصيات التي يلعبها. فمن منا كان يصدق أن الجزار المرعب في الفيلم الرائع السفيرة عزيزة هو الخال خفيف الظل في فيلم العريس يصل غدا، وهو أبو جهل في فيلم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الأدوار التي كرهها دور أبو جهل بالرغم من براعته فيه، وذلك لأنه كان رجلا مصليا ومؤمنا، فقد كره أن يقرن اسمه باسم أبو جهل. أما أقرب أدواره إليه فهو دوره في فيلم لقاء في الغروب، حيث كان فيه طيبا جدا، قدم للسينما نحو 200 فيلم، بدأها بفيلم أمير الدهاء من بطولة أنور رشدي، وتوالت أدواره بعد ذلك عبر 30 عاما تقريبا، قدم خلالها مجموعة متنوعة من الأدوار، فأدى دور الباشا والجزار والأب القاسي والزوج اللطيف والعربجي والخديوي وغيرها من الأعمال المتميزة. وقد توفى بأزمة قلبية في 13 سبتمبر 1978 عن عمر يناهز 60 عاما.